مرحبا بكم. اسمح لي أن أسألك سؤالا. هل شعرت يوما أن أفكارك تأخذك في دوامة لا تنتهي؟ أفكار مثل أنا لست كافيا، أو لن أحقق النجاح. إذا مررت بهذا فأنت لست وحدك. في هذه الحلقة سنتحدث عن كتاب لا تصدق كل ما تفكر فيه، الذي يعلمنا كيف نتعامل مع أفكارنا بطريقة إيجابية وفعالة. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. أود أن أشاركك فكرة محورية في هذا الكتاب. الكاتب جوزيف نغوين يؤكد أن أفكارنا ليست دائما صحيحة. الأفكار ما هي إلا أصوات في أذهاننا، بعضها مفيد وبعضها الآخر قد يكون مضللا. تخيل معي هذا الموقف: عندما ترتكب خطأ بسيطا في العمل فتقول لنفسك أنا فاشل. توقف قليلا واسأل نفسك: هل هذه الفكرة حقيقية أم مجرد افتراض؟ الواقع هو أنك أخطأت في أمر واحد، لكن هذا لا يعني أنك فاشل. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة: كيف نتعامل مع هذه الأفكار السلبية؟ كيف يمكننا التعامل مع الأفكار التي تثقل كاهلنا؟ الكاتب يقترح 3 خطوات بسيطة. راقب أفكارك. عندما تواجهك فكرة سلبية، خذ وقتا لملاحظتها دون أن تنفعل. تحقق من صحتها. اسأل نفسك: هل لدي دليل حقيقي يثبت صحة هذه الفكرة؟ استبدلها بفكرة إيجابية. بدلاً من القول لن أنجح أبداً، قل سأحاول مرة أخرى. ولكن التعامل مع الأفكار وحدها ليست كافية. علينا أن نتعلم كيف نعيش في اللحظة الراهنة. الكتاب يسلط الضوء على أهمية العيش في الحاضر. القلق غالباً ما يأتي من التفكير في المستقبل، بينما الحزن ينبع من التمسك بالماضي. لكن إذا ركزنا على الحاضر سنشعر براحة وهدوء أكبر. جرب معي هذا التمرين البسيط. خذ نفساً عميقاً وركز على إحساسك في هذه اللحظة. ماذا تشعر الآن؟ هذه هي اللحظة التي يجب أن تعيشها وتستمتع بها. وهنا نصيحة أخيرة أود مشاركتها معك قبل أن نختم. إذا أردت تغيير حياتك، عليك البدء بتغيير طريقة تعاملك مع أفكارك. الأفكار السلبية ليست جزءاً منك ولا تعكس حقيقتك. وفي الختام، كتاب لا تصدق كل ما تفكر فيه يقدم لنا أدوات فعالة لتحرير أنفسنا من قيود أفكارنا. تذكر دائماً أن الأفكار مجرد عابرة، وأنت من يملك القرار في كيفية التعامل معها. أشكرك على وقتك، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتك. إلى اللقاء في القريب العاجل.